السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل الكلام نحمد ربنا حمدا كثيرا وفيرا طيبا مباركا فيه على كل نعمة ربنا اداها لنا. الحمد لله والشكر لله والصلاة على نبينا حبيبي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا خطوات العيش ده عيش القمح. عيش القمح بيتعجن من القمح. والدرجة الأولى عندنا القمح بنطحنه في المكنة زي ما انتوا شايفين، مكنة الطحين شفتها معايا قبل كده في الفيديو، وبيطلع منه درجات. فبناخد الدرجة الأولى نعمله ونحط عليه دقيق الزيرو أو دقيق اللي هو متعدد الأغراض أو بتاع المحلات اللي هو عندكم في السوبر ماركت، الدقيق اللي هو الخبز، يكون درجة حلوة وانتوا عارفين فيها يعني عرق. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. في ناس بقى بتحط عليه شويه سن، ديت حسب اللي بتعجن. ده قدامنا خطوات اهوت زي ما انتوا شايفين كده. بنجرسه الاول عشان يرتاح على الطول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وبيبقى متميز شويه عن العيش الطر. العيش الطر اللي هو بيتعمل في الطينه بيبقى متميز شويه. متميز ازاي؟ يعني بيبقى في التجريس كبير شويه عن العيش الطر اللي احنا بنعمله في الطينه. كده انا مش شايفه السنه كلها واللي هي صغرت معايا. اديله على جد يا خلاص اربعه. انا مش شايفه يا عم كده. ما تخافيش مش هزرك والله. لا حول يلا تعالى بقى كده انا خدت شربات يلا. انا بس اهو على الله. ايوه كده انا خدت شربات. كده بقى الخطوات بتاعته اللي هو من المطرحه بيتشال من على الطاوله. بقول لا يا ولاد حيل. ايوه يا ولاد. ما هو الريحه توصل لها حلوه، الرغيف يطلع حلو في الفرن. يبقى مسوي كده وحيل. بالضبط. قولي لنا بقى كده برميه في الفرن اهو. قولي يلا. انا هرمى هو دي انا ايوه واخده لفعه برد. ربنا يشفيك ويعافيك. يمكن يبعتوا له حاجه على النت. انا بنيت. لا يا جماعه والله دي هزارنا قدام الفرن. احنا ما بنصطنعش، احنا واحنا قاعدين كده دي قعده اهالي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يعني ما تفكروش دي احسن. احنا هنعمل ايه واحنا بنخبز طول النهار بنشتغل. يا رب. ربنا يشفيك يا خلاص. شربات على فكره، هي شربات ودمها شربات. شوف بقى خطوات العيش ده غير العيش التاني، لازم يطرحها على مطرحتين. مطرحتين ازاي؟ زي ما انتوا شايفين كده اهو، عشان يعني يطرح، يعني يترد زي ما يكون لانه هو عيش جام. اللهم صل على النبي. بيتشال كده من على الطاوله، بياخد نص رحه كده زي ما انتوا شايفين، لانه بيبقى مرق بطريقه ان انتوا مش هتعرفوا تشيلوه بايديكم. بيتشال بشيالات هوريكم دلوقتي واحنا مع بعض. بيترح نص رح وبتديها اللي قدامها ترحي كمان تكمل، عشان اللي هتخبز الرغيف تكون واخداه يعني مرتاح شويه، تعرف زي ما انتوا شايفين كده معايا اهو. يا رب من غيرك. يا رب ربنا يديكم الصحه والعافيه. يا رب يشفينا بس وعندكم. يا رب ربنا يشفيك يا خالة. اسمها زهيرة. ولاد عم. بن عبد العزيز وهي ولاد عم شباب. ايوه ما هي الولاد تعرف ان هي قريبة امي. ويا ابوه ورقة كيفين يا خالة شربات. ورقة اهو. شوفوا بقى لما هنا على الرغيف لازم الورق ده عشان يبقى حرق. لا ما اتحرقش، هو وشه احمر سن. بس بنحط بقى بنحط الورق ده عشان السوا يبقى السوا كله يبقى سوا واحد، لان الفرن زي ما انتوا شايفين كده فيه على طول الوجود شغال، مش عود قش وهينطفي.
فلازم الولعه شغاله، فلازم نحط الورقه فوق وتحت عشان ايه السوا يبقى واحد، وتحافظ عليه ما يتحرقش منها على ما كله يستوي. وخلط شربات بتكح. فين الكحة؟ ربنا يشفيك والله فعلا بتكح. بس بهزار، هي بتهزر معانا فانا بفكر. بس هي فعلا صدرها ملبش، ربنا يشفاه ويعافيه. بس يا والله دكتور علاج يا سلام. ربنا يشفيك ويعافيه. والله دكتور علاج ورحت للدكتور نتنا. كان عندي نبلة بس حاولي ان انت ما تقومي من هنا، انت عارفه بقى جو الفرن. بقعد شويه وبقلع براحتي. انا مش عارفه اللي بيروح الضرب يفطس هناك ما بيجوا. محمد ولا محمد بتاعكم هو طلع. خد يالا. يوم جاي من هنا وسلمى راحت هم مش ما هطلعوا من المدارس دلوقتي. الساعه زمانها بقت واحده. واحده يعني لو هنعمل رز معمر وراك احط اللبن على لا دلوقتي لا. دلوقتي لا. ما نشوف العجينه اللي جايه. ماشي. انا يعني العجينه اللي جايه وهنعمل بكره. ماشي. انت جاي من هنا الاول كده لا، وانت بتيجي من هنا انت اعمل هدومك كده. انت بتيجي من المدرسه ولا بتيجي من ملح؟ اوكي وليه عايزه من انت تاكل جوافه؟ ما فيش تاكل قول له كل كله. خد خد كل. خد يا ودي. طب خد برتقانها، انت بتحب الحار. خد الدول الواد ابن حسن ده. خد يا حسن. هي صغيره. هي ايه؟ بس سكتوه. يا رب ما لناش غيرك. بس يا عسل. بس يا بسبوس. زعلانه ليه؟ انت يا واد عالدار يالا. انت عايزه تخبزي السجاير ولا كام حيطه؟ لا الاثنين ان شاء الله. بس مش في يوم باذن الله. يعني الحبه الصاجه الاولاني عشان من زمان ما غبستش صاج، بقالي فتره بخبز جامد. انت تذبحي تعملي الحبه السجاير بس؟ ما هو امها تخبز وراي، هي قالت انا بخبز وراك حبه. ها؟ بقت التليفون. ماشي. هيك يا تاني 37 جايه. مين على ابو الوالد بلا بوسنين وما قلت ما كانش ضروري الكتابه انا احنا ما نخالف. مش عارف هو احنا خلصنا حد معانا عشان اقوم احاول عشاني. تحطوش على بعض. حطها على بعض. انا بقول لها بس حبيبي انت مالك. اديني النصيحه يا جدعان. ايه؟ اديله النصيحه، يعني اخوكم المسلم لازم ينصحك ما انا بقول اهو يعني اعمله ويبقى مش فاهم وترجع تقول ايه طب ما قلتش ليا ليه؟ فاهمه ولا لا؟ ايوه. ما الشورى حلوه برضه، الامر شورى. ما انا عملت مش كل يوم يا استا ضرب تليفون. خد يا بنت الساعه ما تحطيش الساعه، شيل الصحن دي وسطها. هي مغديني شوكولاته وماشيني شوكولاته ومنيمني على البلاطه. سمعي مين اللي هيغديك شوكولاته يا اما؟ هيغديك ويعشيك شوكولاته؟ يا خلفات. نعم. انا هجيبها لك الحاجه خلا شربات، في حد بيغدي ويعشي دلوقتي شوكولاته؟ فستني جبنا رومي ومغديني جبنا رومي ومطلعني من هدومه يا استا. يلا شو يطلعوا حتى من يا استا. شاطره في الغنى هي صوت. اناناس ومعشيني اناناس ومفرج عليا الناس. يا ستار يا رب. ختمتها فرج عليا الناس بعد الشوكولاته. بعد الشوكولاته والله. تاكلوه السوس يطلع عليكي بط بقى. ما فيش دار يخليه. اللي يقول لك ان الدار ما فيش لا يبقى كذاب. ربنا يطلعنا منها على خير يا رب.
انا خبزت مره لخالتك السيده بتاع الطعميه برضه، كان جاي لها حبه وعملتها. مم. وحبه برضه خبزتهم لمين؟ لدار خميس زوايد. بس ده جربته، عملت حلوه وجربته. بس اكله مش زي العيش التاني. والله كل حاجة في تانية عشان شربات. بس اسم الله هو يعني متأخر سنة. مين؟ متأخر سنة. عبودة متأخر سنة. هاجي. روح اكتب الرقم بتاعنا لخالتك شربات عشان هي عايزاه. يلا يلا. رقم ايه؟ الارض. واكتب بتاعنا 37 16 يا ولد. هما انا كده جاي ايديا ولا رجلي؟ لا جايب فوري والعين صورها بترمي. يا رب ماليش غيرك. الرغيف اللي بوريه للمشاهدين. الرغيف اللي هيطلع بيه بس طلعه وريه للمشاهدين. اوريهولك كده؟ نعم كده؟ ماشي. اوريهولك كده. ماشي يا ماما. هاتي قرص جلد. تبقى عليه مشروع ولا انت لا اكتبوا مشروع. انا بحفظ الاسامي عشان لو مثلا حطيتها معرفش هي دي رقم مين. يا محمد؟ محمد. يعني كده اكتبي بقى خالتي شربات. ايه؟ اكتبي رقم خالتي شربات. 37 مش عارفه رقم انهي انا محلات الاسئله. بس المحمول مش حافظاه. ماما انت اللي عايزاه؟ ايه ده؟ الرقم. ايوه اكتبه، دي اللي حتى قبل ندى تكتبه. كتبته؟ طيب. بسم الله ما شاء الله. الله زي ما انتوا شايفين كده ديت اهوت العيش الجامد ما شاء الله. لسه طالع من ده العيش القمح ايه اللي احنا لسه خابزينه اهو ما شاء الله ولا قوه الا بالله. اللي يشوفه يقول ايه فطير. بسم الله ما شاء الله اهو فطير من غير سام عامل زي البقسماط. بسم الله ما شاء الله. ده اكل العيش الجامد. وعايزين تعرفوا يعني دي زي بقسماط كده طقش كده في البوق. ربنا يجعله بألف صحة لكل من يدوق وبألف هن. وعقبال الخبزة الجاية كده وانتوا طيبين وبصحة وبسلام. بنخبز للعروس. بسم الله ما شاء الله. ايوه بتخبز للعرايس برضه. هنا اهالي هدية امهات في بعض بنساعد بعض كده وبنتجمع برضه في الفرح والله كانوا بيدعوا امي والله على بيت ان هي تعمل تخبز ضو في فرح العروس. هي خا شربات مش كان الاول بيبيتوا على الامهات يجاملوا في الخبيز ده. والله امي كانت تتبيت عليها تعالي خدي لك ضو اخبزي ضو تقدر دي بقى 5 طول زي ما يجي. الخلطة الصحفية ما جاتش لي، قلت روحي هاتوه. جات، انت ما جاتيش لي حاجة صبحي، هو انت جاتي لي وقلت لي انا هخبز؟ قلت لها هجيلك؟ تعالي جنبي، ما انت ببيت على حفيظة، حفيظة بتجيب، ابيت عليك، انت بتجيبي حفيظة. انت بتقولي هنا هو بيشيلوا العيش ده زي ما انتوا شايفين كده بشيلات لانه بيبقى مرق زي ما انتوا شايفين كده ميه خالص على اهو اهي وبتحطيه كده على المطرحه عشان يتراح.
ما كانش يبقى مرب كده، ما يبقاش اللمعه ولا الجشجشه بتاعه البقسماط. لازم يبقى مرب كده عشان ايه، يعرف يجش ويبقى اكله كده جش كده زي البقسماط بالظبط. صح ولا انا غلطان؟ صح. ايوه يا لا صحصحوني برضه لو في حاجه كده ولا كده. لا يا هو ولو في الفتة بيبقى جميل. ايوه. فتة اللبن، فتة العدس، فتة اللحمة. هو ده العيش بقى بتاع الفته صحيح. بتاع الفتة دي يقولوا دي عيش الفتة دي بتاع اللحمة. بتاع العدس. بتاع اللبن. الكوارع اي حاجة. ما لا جرى. لا ازاي يا تيتا، ناس بتحب فتة الكوارع ده. ايوه يموتوا فيه. والله الاكل اذواق. الهنا للي ياكل. يهنيك على صحتك. مربية طيور يا ام مصطفى؟ لا جدع. اوعي تخلي بطه في دار. حد الله احسن. انا عندي كرتون رز بتاع كرتون هيشع عيش. بيقول لك ب4 و5 بعيد. ده بيقول لك كيلو ونص ب10. لا ب5. مين اللي كانت بتقول يا حميد؟ مش عارفه. لا والنبي يا حاجه ب5 جنيه. العيش البلدي ب5 جنيه. والنبي اخت واحده بتقول، قلت لها انا عندي مش ما عدناش الطيور، قالت لي بيعيه بده كيلو ونص ب10. بس ما فيش غنى عن الطيور يا برضه، حبيبتي ولو فرختين. طبعا على الصلاة والسلام. اطلع السلم يا سمان. ومين يحط لهم يوم؟ وبنتي غلبانه زي ما انت عارفه ان هي صاحبه عيال اه من هتروح دلوقتي تحط له الطيور اهي. صح. وهي جايه من الله يرحمه. ست مش هتطير والله، ما انا عارف الطير. كان عارف ان الطير دي نقطه ضعف. الا الطير بطلع لهم يا اخوه. كان بيوصل في البيت اللي انا فيه دلوقتي، كان ده ديت عشوائي. وكنا جايين نطلع الطيور وبهايم وكل. وكان بيأجر ارض، وكان يعني عارف. الله يرحمه، الف رحمه روح. غالي. والله كده بقى مش هعرف اصور بعد كده، واشوفكم على خير يا رب في فيديو جديد، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في رعايه الله وحفظ الله.